على مظاهر الفساد والاستبداد من الزبونية والمحسوبية والرشوة وجميع وشتى أنواع الفساد التي تستشري في شرايين الجامعة المغربية. مرحبا بكم في هذا الصوت الطلابي الحر الذي أبى اليوم إلا أن تكون له كلمة، وكلمة قوية وموضوعية ومعقولة تجاه مظاهر أصبح من غير المعقول أن تصبح مستمرة داخل الجامعة المغربية. لا يخفى عليكم معاشر الطلاب والطالبات منذ بداية الدخول الجامعي هذه السنة ونحن نلاحظ مظاهر الفساد وإقصاء الطلاب من الولوج إلى الجامعة ومن الولوج إلى سلك الماستر وإلى سلك الدكتوراه، ومن الانتهاكات الصريحة للمذكرات الوزارية. ولا يخفى عليكم معشر الطلاب والطالبات مظاهر العنف والتسلح واستعمال السواطير والسيوف وشتى أنواع الأسلحة البيضاء أمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة دون أي حراك يذكر لوقف نزيف العنف الذي أصبح يسيء إلى سمعة الجامعة. ولعل سقوط ضحيتين أو أخريتين بعد الشهيد عبد الرحيم حسناوي رحمهم الله هو دليل على أن الدولة والجهات المسؤولة عاجزة عن وقف نزيف العنف داخل الجامعة المغربية. في كل هذه السياقات وفي سياق الرصد اليومي والمباشر لإشكالات الجامعة اليومية من طرف أعضاء وعضوات منظمة الطلاب، تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية إيصالا منا لصوت الطلاب إلى الجهات المسؤولة وإيقاظا لأصوات الضمائر الحية لعلها تستيقظ من أجل وقف هذا النزيف. الآن معشر الجماهير الطلابية الجماهير الطلابية نعطي الكلمة لرئيس منظمة